ليس هناك حلا إلا استقطاع من الرواتب، ماكو حل آخر يعني. طبعا الجيش والداخلية رواتب صار سقف عالي يكون يستقطعون. وبعدين ترتفع الأسعار وتعومون الدينار العراقي والأسعار ترتفع والجبايات والغرامات والضرائب. والله ايش قد حذرت وقلت لكم ترى الرواتب جاي يلمونها من الغرامات ومن الجبايات بس حتى نثبت موضوع مهم، انه رواتب الموظفين بخطر، ما ممكن نأمنها بالسنة القادمة. ولا هذه السياسة التقشفية؟ لا، واحتمال الشهر القادم ما نقدر نأمنها إذا ما شكلت حكومة جديدة، لأن الشهر القادم مصير الموظفين قد يكون مجهول. نعم هذا صحيح، إنه المصير يبقى مجهول وربما تتأخر الرواتب. واللي متابع عامر عبد الجبار ما يقول شيء إذا ما يطلع حقيقي ودقيق ومصداق. انتم أمام خطر كبير بالسنة القادمة، ما عندهم حلول ذول اللي قاعد ترحوا لهم الصوت أهل الصور والدعايات المليارية. وهاي الحكومة شفتوها بعينكم، ما عندها فلوس تسدد رواتبكم. تسوت وزير الداخلية ما عندنا رواتب، شو تسوي؟ طلع المرور بالشارع دق غرامات بالناس. مدير البلدية ما عندنا رواتب، يلا بسرعة طلع الموظفين مالتك قص غرامات وصولات 3 ملايين الكل دكان الكل بيت له. امين بغداد اطلع سوي لنا غرامات. اللي طب المستشفى يدفع 10,000، اللي طب المشي يدفع 5,000. حتى راح يسوون عليكم بالسنة الجاية جبايات بعد اكثر من هاي، وانتم الان تنتخبوهم. هذول اللي قاعد يحكموكم الآن، وهذول أهل الدعايات المليارية، وهذول أهل اعلموا حجم الخطر على بلدكم، اعلموا حجم الخطر ادركوا يا عالم. والله تقتلون أطفالكم من حيث لا تشعرون، وتقتلون حيواناتكم ونباتاتكم وزرعكم، ويقتلكم الموت والملح والماء المالح، وظلوا أنتم تقولون والله فلان نصوت له، والله نصوت لفلان. دمروا بلدكم.